ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي. النهارده هعرض معاكم فيديو مشتريات، طبعا مشتريات في جهاز العروسه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. لو مهتمين بمحتوى جهاز العروسه او لو انت عروسه وبتجهزي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. كمان اكتبولي في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم عن اي حاجة تخص جهاز العروسة وانا هعملها لكم ان شاء الله. كملوا معايا الفيديو ده للاخر ويلا بينا نبدأ. اول حاجة معايا ده طقم كده كاسات، تنفع للجيلي او تنفع للايس كريم، تنفع للكريم كراميل من بلانك ماكس. طبعا بلانك ماكس غني عن التعريف، هو بيعمل حاجات ازاز بس الازاز بتاعه بيكون نقي ونضيف جدا وخامته بتكون كويسة. وانصح اي عروسة بصراحة ان هي لما تيجي تجيب الازاز بتاعها تجيبه من بلانك ماكس، بس طبعا تخلي بالها كويس جدا لان في من بلانك ماكس المضروب او التقليد يعني. ركزوا في الكلمة دي كويس. بلانك ماكس في اسماء تانية مختلفة تشبه بلانك ماكس، حتى مقلدينها في الكرتونة، فتخلوا بالكم من الاسم كويس جدا. تعالوا بينا نتفرج على الطقم مع بعض. بصوا ده شكل الكاس من جوه او الطبق من جوه، شكله حلو جدا. هو بيجي عامل كده اهو، وليه من تحت رجل صغيرة. هو مش غويط قوي يعني اكنه طبق بس ليه حافة صغيرة. بس شكله مختلف وشيك قوي في التقديم، يعني حلو جدا. ممكن تعملي فيه سلطة فواكه وتحطيها، او ممكن تعملي فيه البولة بتاعة الكريم كراميل مثلا وتروحي قلبها هنا، هيبقى شكلها حلو ومختلف جدا. ده شكلها، وده ستيكر ده بيعرفك ان الماركة اصلي، او بيعرفك ان الطقم اللي انت جايباه ده اصلي. بيجوا كده 6 قطع مع بعض، بجد شكله حلو قوي. تعالوا نشوف تاني حاجة جايباها. تاني حاجة معايا وبرضو جايباها من بلانك ماكس هي البونبونيرة دي. انا عندي كذا بونبونيرة في الجهاز، بس دي عجبتني شكلها ان هي مربعة. اللي عندي كلهم مدورين باشكال برضو حلوة جدا، بس دي عجبتني ان هي مربعة كده. تعالوا افرجكم عليها. بصوا ده شكلها حلو قوي. عجبتني ان هي مربعة كده، يعني مش بشوف الايام دي كتير قوي بونبونيرة مربعة. هي ممكن يبقى شكلها يعني مش جديد، بس انا عجبتني ان هي مختلفة عن المنتشر دلوقتي كله مدور. شايفين؟ بصوا التفاصيل، يعني شكلها بصراحة حلو قوي، عجبني. بصوا هي رقيقة جدا، والازاز طبعا بلانك ماكس يعني حلو قوي، نقي كده وشكله جميل، والازاز خامته نظيفة بيبان على الحاجة يعني. اهو شايفين شكلها، وليها كده رجول صغيرة. علشان بس ما انساش اقول لكم على الاسعار والاماكن. البونبونيرة دي انا كنت جايباها ب140 جنيه من حمام التلات. طقم الكاسات ده كنت جايباه من سنتر مكة او مكة سنتر. بصوا هو كان سعره 245، بس كان عليه خصم 20%، فكان سعره حوالي 200 جنيه بعد الخصم. بعد كده معايا طقم الكوبايات ده، شكله برضو لذيذ قوي، برضو من بلانك ماكس. تعالوا نتفرج عليه مع بعض. بصوا شكل الكوبايه، شكله جميل قوي. انا جايبه كوبايات كتير قوي شاي، بس عجبني الحجم بتاع الكوبايه دي. هي على فكره مش صغيره، يعني اللي يشوفها ممكن يفتكر ان هي فنجان قهوه، بس هي حجمها وسط، ولا اللي هو كبير قوي ولا اللي هي ايه صغيره. الحجم ده مش موجود عندي فحبيت ان انا اجيبه. وعلى فكره يعني احنا جبنا منها من نفس الشكل ده في البيت في الاول يعني، واستخدمتها لقيت ان هي الكوبايه دي عادي بتاخد كوبايه شاي العاديه بتاعت اي شكل، بس هي شكلها صغير في الشكل العام يعني. هي شكلها مختلف كده، من فوق مدورة، من تحت واخدة شكل مثلث كده، شكلها حلو قوي. بيجوا 6 قطع بالشكل ده. الطقم ده كان سعره 150 جنيه، وكان من حمام التلات، هو والبونبونيرة اللي هي ب140. بعد كده انا جبت الاتنين دول كانوا من المرشدي.
لو عندك اير فراير او جايبه في جهازك اير فراير، المهم ان انت تجيبي واحده من دي او اتنين باي شكل يعني تحبيها او اي لون. دي بتكون سيليكون، بتحطيها في الاير فراير وبتحطي فيها الاكله اللي انت هتسويها علشان تحافظ بس على نظافه الاير فراير من ان هي الدهون تتوسخ او تتراكم عليها. ده برضو مش هيغني ان احنا ننضفها، بس عشان تبقى سهله في التنظيف يعني. طبعا السيليكون ده حراري وامن جدا يعني ان احنا نستخدمه. عجبتني الفكره بتاعت دي ان هي كده متقسمه لاتنين، يعني ممكن تحطي هنا مثلا خضار وهنا كفته او اي حاجه، يعني تحطي اكلتين يستووا مع بعض في وقت واحد. دي كانت من مرشدي وكان سعرها 40 جنيه. هي خامتها خفيفة شوية مش تقيلة يعني، بصوا السيليكون بتاعها مش قوي. دي برضو كنت جايباها من المرشدي، دي كان سعرها غالي شوية، كانت ب80 جنيه تقريبا. ده شكلها، بس دي بقى خامتها اقوى وامتن من التانية، خامتها حلوة قوي. وبرضو بصوا يعني ما بتاخدش مساحة، بتتطبق كده. بصوا كمان بتتطبق بالشكل ده علشان ما تاخدش مساحة معاكي وانتي بتخزنيها. بصوا شكلها بصراحة حلو جدا وخامتها حلوة قوي، تستاهل يعني سعرها. وبتفتحيها كده وقت ما تيجي تستخدميها. ده شكلها. جبت برضو ده زي دورق كده، تعالوا بس هفرجكم عليه الاول واقول لكم بيستخدم ازاي. بصوا كده ده شكله. انا كنت جايباه او كنت بدور على حاجه دورق يكون فيها الحاجه دي اللي هي بصوا من تحت كده بتبقى ايه، لما بتدوسي على الحته دي بتنزل الخليط اللي انت حطاه في الدورق. فانا كنت بدور على الايه اللي هي بتبقى دورق بس وبينزل الخليط ده. لما لقيت دي عجبتني اكتر، ان هي بصوا يعني وانت حاطه جواها الخليط وحبيتي ان انت تقلبيه، بتقلبيه من هنا كده وبعدين بتدوسي من هنا فبينزل الخليط. ممكن تبقي حاطه مثلا عجينه الكب كيك، وعلشان ما تبهدليش حوالين الورق بتاع الكب كيك بتنزليه من هنا كده. ده كان سعره 130 جنيه. مهم ان احنا يبقى عندنا مثلا ازازه او ازازتين او 3 يعني، ما نكترش قوي من ازاز البلاستيك لان هي مش صحي، بس بتكون عمليه وما بتتكسرش في الاستخدام يعني. انا جايبه من الازاز الميه دي او ازاز العصير ازاز، جايبه مثلا 6 او حاجه، هتشوفوهم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. بس حبيت ان انا اجيب بلاستيك برضو لان هو عملي اكتر. جايبه منه الشكل ده، بيبقى مربعات كده اهو. ده كان سعره 30 جنيه برضو من مكة سنتر. وكمان جايبه الشكل ده، بصوا جايبه الشكل ده برضو حلو قوي، هو شكله هرمي كده شويه. ده كان سعره 35 جنيه. الحاجات دي على فكرة سعرها قبل الخصم، هو عندهم خصومات على كل حاجة، كل حاجة عندهم. بلاستيكات مثلا عليها خصم 10%، حاجات بلانك ماكس عليها خصم 20%، في حاجات اكتر من 20 كمان. كل حاجة عندهم عليها خصم، فدول سعرهم كده قبل الخصم. تمام. انا جبت الشكلين دول كده. جبت كمان المصفى دي، كنت جايباها من المرشدي. عجبتني قوي فكرة ان هي يعني مثلثة كده وليها يد صغيرة مش كبيرة، وكمان بتسنديها كده على اي حاجة عندك او على اي رخامة لان ليها رجول فبتصفي الحاجة. ده شكلها عجبتني قوي وكان سعرها 20 جنيه من المرشدي. بصوا كمان جايبة القطعات دي بتاعت العجين برضو من المرشدي. جبت الشكل المدور بس فيه زجزاج كده شوية. 3 مع بعض، بس يعني هما 3 قطع بس تعتبريهم 6 مقاسات، لان في 3 مقاسات هنا والتلات مقاسات الكبار. ونفس الكلام هنا برضو في النجمة، 3 مقاسات صغيرين و3 مقاسات كبار جوا بعض. كانت المجموعة دي ب20 او 25 جنيه مش فاكرة، كانوا من المرشدي. جبت برضو الاتنين دول كده. دي بتبقى ستيكر بتحطيه على علب التوابل، او بصوا يعني شايفين الشكل هنا اهو، مثلا علب البقوليات او علب التوابل عندك، عايزة تحطي عليها على كل علبة تكتبي عليها اسم الحاجة اللي جواها. ففي الستيكر ده هو اسود سادة كده ومعاه قلم لونه ابيض، او اي كوريكتور عندك او اي قلم ابيض وبتكتبي عليه اسم الحاجة. بس ده ورق مش بلاستيك، فمع الغسيل ممكن يتقشر او يتجرح، فحبيت ان انا اجيب ده بقى جاي جاهز مكتوب عليه كل انواع البهارات والتوابل والحاجات دي اللي انت هتحتاجيها. بصوا يعني في هنا كده ناحية وفي من جوه ورقتين يعني.
باسماء اغلب التوابل اللي موجوده واغلب البقوليات برضو. ده بقى شفاف، يعني بيكون بلاستيك شويه، يعني مهما تغسلي عليه عادي مش هيحصل حاجه، مش هيتجرح ولا يتقطع معاكي. دي سعرها كان 20 جنيه وكانت من درب سعاده، من سنتر درب سعاده. دي برضو كان سعرها 20 جنيه، كانت من محل اسمه بونجور. برضو هتلاقوه ده موجود في النزهة الجديدة وفي اكتوبر وليه كذا مكان. يعني زي ما قلت لكم ان انا جايبه اير فراير، فجبت البخاخه دي. بس دي بقى عجبتني، يعني انا جايبه بخاخه قبل كده، دي بقى عجبتني ان هي، بصوا تعالوا نتفرج عليها مع بعض. بصوا اولا ده شكلها، لونها عجبني قوي، بحب الالوان الهاديه دي. كان في منها لون اخضر واللون ده، حبيت اجيب اللون ده. الفكرة فيها بقى ان هي تقدري من هنا كده بتدوسي كده فبترش زيت من الحتة دي. كمان تقدري من فوق تفتحيها كده، فلو انتي عايزة كمية زيت بقى كبيرة هتقلي او هتعملي حاجة في طاسة، بتطلعيها من هنا هتبقى حلوة قوي، بترجعي تقفليها تاني. ومن هنا بتبقى بخاخة، فعجبتني قوي. وكمان خامتها ازاز فصحية اكتر يعني. بصوا دي سعرها كان 75 جنيه، ودي كانت من كوكو اند اس، فرع شبرا مصرة. تمام. بصوا دول برضو قطعات عجين، بتيجي كده كل قطعة لوحدها. ده شكل قلب بس فيه العلامات دي كده، ودي شكلها مربع وبرضو فيها العلامات دي. حبيت اجيبهم باللون الابيض والجراي دول. دول كان سعر الواحدة 12 ونص. في واحد كده بيبقى قاعد بفرشة في التحرير عند موقف عبد المنعم رياض اللي في التحرير، بيبيع اي حاجة في الفرشة دي ب12 ونص، فانا جبت منه الاتنين دول. دي بقى مجموعة من البلاستيكات كده كنت جايباها. بصوا اول حاجة معايا الدورق ده دورق معياري من لمسة برضو من الماركات الحلوة قوي في البلاستيك يعني. اهو دورق معياري كده مترقم عليه، شايفين ده شكله. كان برضو من مكة سنتر وكان سعره 25 جنيه، وعليه خصم برضو 10%. بعد كده كان معايا مصفة الرز دي، كنت جايباها برضو من مكة سنتر. دي من شركة اسمها وينر، برضو وينر دي من الماركات الكويسة. ده شكلها، ده شكل المصفة دي يا جماعة كان سعرها 8 جنيه. جبت كمان الطبق ده، ده شكله، انا بحب قوي الحاجات اللي لونها رمادي، فلما بلاقيها على طول بجيبها. ده شكل الطبق اهو، شكل وردة كده، برضو من مكة سنتر. يعني هو مش غويط قوي، بس حلو، ينفع تقطعي فيه سلطة، ينفع تقطعي فيه خضار، تغسلي فيه حاجة كميات قليلة يعني، ينفع برضو. شكله حلو وخامته على فكرة تقيلة قوي. ده كان سعره 40 جنيه، وكان برضو عليه خصم 10%. بصوا برضو ده طبق كده، ده من تقريبا الوطنية اهو. الطبق ده من الوطنية، ماركة كويسة قوي في البلاستيك. عليه برضو بي اللي هو 5، اللي هو علامة ان هو صحي وينفع للاستخدام. شكله حلو قوي، والحاجات دي كده فيه احلى حاجة ان هي محفورة فيه، مش ستيكر او حاجة. دي كان سعرها 25 جنيه وكان برضو عليها خصم 10%. بصوا ده الكيس بتاع مكة سنتر، ودي الفروع بتاعته لو انتوا عايزين تروحوا له، او يعني عايزين ارقام التليفونات اهو. دي كل فروعه وكل ارقام التليفونات بتاعته. ولو انتوا عايزين او حابين ان انا اعمل لكم جولة هناك، بحيث تعرفوا الاسعار والعروض الجديدة اللي هما بينزلوها قبل ما تروحوا وتتفرجوا على المكان، قولولي في الكومنتات وانا هنزل اصور لكم في مكة سنتر ان شاء الله. برضو جايبة منهم الطبق ده كده، الطبق ده غويط كده مربع، خامته بجد حلوة قوي، البلاستيك بتاعه غير اللي موجود دلوقتي خالص. ده كان من الهلال والنجمة، وكان سعره 25 جنيه، وبرضو عليه الخصم 10%. الحاجات عندهم حلوة قوي، وانصحكم تروحوا مكة سنتر تجيبوا جهازكم من هناك. والرفاية هناك اسعارها تحفة، غير ان هما بيعملوا خصومات فوق الاسعار القليلة قوي اللي هما حاطينها على الحاجة. تمام، تعالوا نكمل الفيديو مع بعض. بعد كده انا اشتريت مجموعة من المقصات، جايباهم برضو من مكة سنتر. لما لقيت ان في بقى خصومات وكده، فحبيت ان انا اكمل بقى الرفايع كلها من عندهم. وبأمانة يا جماعة ده مش اعلان ليهم خالص،
ده فيديو كده مشتريات، يعني حاجات انا اشتريتها حتى من اماكن مختلفة، مش اعلان ليهم، بس انا بحاول ان انا اقول لكم على كل مكان هيوفر عليكم فلوسكم، وكمان اماكن كويسة فيها حاجات كويسة، مش حاجات رديئة، بالعكس هي حاجات ماركات وكمان اسعارها حلوة. فده للافادة ليكم، مش اعلان خالص بامانة. فيلا نتفرج بقى على المقصات والحاجات اللي انا جبتها من هناك. اول مقص معايا هو مقص الفراخ ده. ده من ماركة اسمها توب تشويس. الماركة دي اللي هي ده اسمها، حلوة جدا، وكل الحاجات اللي هي بتعملها بتبقى فعلا خامات تقيلة وكويسة وبتعيش، ومش خسارة فيها الفلوس خالص. هي اسعارها غالية شوية بس يعني الغالي تمنه فيه، ودي بجد يعني كل قرش بتحطيه في الحاجة بتاعتهم، في المنتجات بتاعتهم فعلا بيعيش معاكي. ده مقص فراخ، ده شكله. ده كان سعره 110، وكان برضو عليه الخصم 10%. ده مقص تاني كده. بحب المقصات اللي من فوق بتبقى رفيعة شوية، بحيث ان هي بتبقى بتساعدك وانتي بتقصي اكتر يعني. ده شكله اهو، ده شكله كده. الماركة دي برضو حلوة جدا اهو. ده كان سعره 45 جنيه، وكان برضو عليه الخصم 10%. بعد كده معايا المقص ده بقى حبيت ان انا اجيب حجمه كبير شويه، عشان انا كل اللي جايباهم يعني من قدام كده رفيعين او حجمهم صغير، انما ده ضخم شويه. الماركه دي برضو حلوه قوي في المقصات، يعني لو لقيتوها هاتوها، بس برضو في منها تقليد على فكره. ده شكله كده، بصوا ده شكل المقص، شكله تحفه. المقص ده سعره كان 40 جنيه، وبرضو عليه خصم 10%. بعد كده معايا المقص ده من ترامونتينا. الماركة دي برازيلي. بصوا بصراحة انا مش عارفة هو ده اصلي ولا لا، لان سعره يخض يعني. ده شكله، هو مقفول للأسف مش عارفة افتحه. بس انا جايبة منه 2 اهو. لان احنا جبناه هنا في البيت في الاول واستخدمته كان حلو قوي، فجبت منه 2 كده. ده سعره كان 27 جنيه. هو مكتوب عليه مقص فراخ برازيلي، بس هو مش فراخ يعني، هو ينفع لأي حاجة. كان سعره 27 جنيه، وبرضو عليه خصم 10%. فانا جبت منه 2. اخر مقص معايا ده شكله اهو. زي ما قلتلكوا انا بحب المقصات اللي هي بتبقى السن بتاعها رفيع من قدام كده. ده شكله حلو قوي برضو. سعره كان 40 جنيه. دي كده مجموعة المقصات اللي انا جبتها. قولولي في الكومنتات هي كده يعني كتير اوفر، ولا العدد مناسب عادي وهينفعوني يعني. تعالوا نشوف الحاجة اللي بعدها. جبت برضو المساحة دي، تنفع للإزاز او تنفع لو هتمسحي بيها على الرخامة، او هتنزلي بيها كده المية من الرخامة. حلو قوي وبتنفع. دي سعرها كان 20 جنيه او 25 جنيه. فبرضو حلو قوي هتنفعكم. هاتوا منها واحدة او 2، يعني واحدة مثلا تخصصوها لرخامة المطبخ، واحدة للإزاز، او لو هتستخدموها على سيراميك الحمام، اي حاجة يعني. اهي كمان كنت جايبة من نفس المحل ده دي كده، كان سعرها 20 جنيه برضو. دي بقى بتنضفي بيها برضو الحوض، بتنضفي بيها اي حاجة، حلوة وبتنفع. دي من ماركة اللي هي ميد ستار، ماركة برضو حلوة قوي في البلاستيك. الماركة دي بتعمل يعني علب تلاجة، بتعمل اطباق بلاستيك، كل حاجة، كل حاجاتهم كويسة. ده كده شكلها. جبت برضو المقشرتين دول كده. واحدة اللي هي بتتمسك يعني بالشكل ده، بالطريقة دي كده اللي هي بالعرض، واحدة بالطول اللي هي شكلها كده. بصوا دي شكلها، هي من فوق كده مدببة شوية اهي. وده شكلها. بصوا دي كان سعرها 22 جنيه، وكان عليها خصم 10% برضو من مكة سنتر. دي بقى من ماركة توب تشويس اللي انا بقولكوا عليها اهي. شكلها كده زي العصفورة او حاجة. من تحت كمان ممكن تتلزق كده على حاجة. بصوا بتقف، شايفينها اهي.
يعني ممكن تلزقيها كده على رخامة المطبخ عندك، هيبقى شكلها حلو. دي كان سعرها 40 جنيه، وكان عليها برضو خصم 10%، وليها جريب كده علشان ما تتعوريش لو انتي بتسحبيها من الدرج او حاجة ما تتعوريش فيها. جبت كمان عصيرة الليمون دي، انا عندي اللي هي العادية، بس دي بصراحة خامتها حلوة قوي، تقيلة جدا، يعني مش قادرة اوصف لكم هي تقيلة ازاي. حجمها كمان كبير كده، تنفع لليمون لو انتي عندك الليمون اللي هو حجمه كبير شوية، هتنفع ليه قوي. بصراحة مش عارفة ماركتها ايه، بس هي خامتها حلوة قوي. دي بقى كان سعرها 210، وكان عليها خصم 10%. برضو معايا المبشرة دي، بصوا ده شكلها. الحلو فيها ان انتي يعني بتمسكيها كده، مثلا لو عندك اكلة عايزة تحطي عليها جبنة بتبشري عليها الجبنة، بتعملي عليها توم برضو ممكن تبشري او تهرسي فيها توم، حلوة قوي. ده شكلها. وبصراحة هي كنت بشوفها بأسعار غالية قوي، مش عارفة ليه. دي لقيتها في محل كده عادي، اللي هو يعني بتلاقوه كده في السوق في اي حتة، وكان سعرها 30 جنيه، فعجبتني قوي بصراحة. جبت كمان دول، دول بقى اللي هي بصوا يعني بتبقى كده، بيبقى شكلها كده، هي بتبقى ستانلس. بتلفي عليها مثلا الكنافة او اي عجينة، بتطلعلك بالشكل الرول ده كده. بتدخل الفرن، بتحطيها في الزيت عادي لو هتقلي مثلا اي حاجة وعايزاها بالشكل ده. حلوة جدا. بصوا طلعلك شكل الكنافة كده او شكل المعجنات كده، وانتي بتحشي بقى الكنافة شوكولاتة او بتحشيها جبن، اي يعني العجينة بتحشيها جبن اي حاجة. دول كانوا كده بيبقوا 3 مع بعض، من مكة سنتر برضو ب22 جنيه، وعليهم خصم 10%. بصوا بقى يا جماعة، دي قطعة المخلل او بتقطعي بيها اي حاجة بتطلع لك شكل الزجزاج ده كده. انا كنت جايباها في الاول خالص من المرشدي، الواحدة ب15 جنيه. لما رحت مكة سنتر بص لقيتها بيبيعوها بكام، ب5 جنيه. فجبت ليا واحدة تانية والماما واحدة، وجربناها، تحفة حلوة جدا، برغم ان هي بلاستيك، يعني خامتها بلاستيك بس متينة، وبتقطع لك شكل البطاطس او المخلل يعني بشكل تحفة، بيطلع فعلا مظبوط. فحلوة جدا، لو لقيتوها هاتوها، حتى لو ب15 هي سعرها بسيط يعني، بس حلو قوي في الاستخدام. انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو علشان ما تملوش، بس المشتريات كتير شوية، ممكن نعمل منه جزء تاني. فده هيبقى الجزء الاول، واستنوا الجزء التاني الفيديو اللي جاي على طول، برضو تكملة للمشتريات اللي انا اشتريتها الفترة اللي فاتت. فما تنسوش تشتركوا في القناة علشان اول ما انزل فيديوهات جديدة توصل لكم، وتفعلوا زر الجرس. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وتسليتوا كده شوية فيه. فما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لي لايك وتشجعوني. كمان لو عندكم اي سؤال او اي اقتراح عايزين تقترحوه عليا، او اي فكرة جديدة، او اي مكان عايزيني اروح اصور فيه، اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. باي باي.